اللي ما عمرو حصل له الشرف يشوف كسكسو ديال الجزائر، ها هو تمتع ليا مع راسك. كيما تحبين كلشي يخطي واش كاين لفت لا كاين لفت وزروديه والحميصه ولا درنا كاع القرعه حنا الحميصه. وهذا هو كسكسو الجزائر، هذا هو التراث ديالو، هذا هما علاش مقاتلين معنا وتيقول لك كسكسو ديالنا، الطاجين ديالنا، القفطان ديالنا، ها هو كسكسو ديالو. بغيت غير نسولهم في هاد البلاد هادي واش ما عندهمش عطريه، ما عندهمش شي ملونات تبدل لهم لون ديك المرقه، هما اصلا تيغرفوا، هما حشمانين لاحظتوها. هذا هو التراث ديالهم وهذا هو الكسكسو ديالهم. دابا مع نتوما عزيز عليكم تسرقوا الثقافه د الناس وتسرقوا كلشي، انا نجيب لكم الكسكسو المغربي الاصيل، يعني باش ما تبقاوش تقلدوا، ها الاصل والباقي تقليد. تفرج ليا، هانتوما ما تعرفوا تنقلوا، ما تعرفوا تسرقوا، ما تعرفوا ديروا حتى شي حاجه، كتعرفوا غير تكذبوا. تفرج ليا على الكسكسو المغربي انت، كلشي متول، كلشي مستف، خيزو باين، قرعه الحمراء ما تعرفوهاش، شو الزبيب والفلفله تشش. لوحه فنيه هادي اصاحبي، هادي لوحه فنيه. خلي الناس اصاحبي موالين الاصل يديروا لك هادشي، انت دير ليا تما التشليله ديال شوف اخويا، الله يعطي الصحة للمرأة المغربية، الله يحفظ نساء المغرب فيما كان. اذا كيف ما شفتوا هذا هو كسكسو الجزائري، هذه هي الثقافة الجزائرية، هذا هو التراث والطبخ الجزائري الحقيقي قبل ما يسرقوا الطبخ المغربي الاصيل. هانتوما شفتوا تبارك الله. حنا ما تنهضروش على النعمة د الله سبحانه وتعالى، كلشي مزيان، ولكن الانسان اللي مخلط داكشي هو اللي ما عندوش العقل. اما داك الخضرة وداك الشيء كلشي ديال الله سبحانه وتعالى، وخير ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلت لكم اللي خلط واللي رون هو اللي ما عندوش العقل. دابا نتوما شفتوا الفرق ما بين الكسكسو المغربي والكسكسو الجزائري، وراك شفتي ليا داك الجوج بحال حشمانين، بحال تيغرفوا هما حشمانين. انا بغيت نسولكم، واش ما عندكمش العطريه؟ واش ما عندكمش الزعفران؟ واش ما عندكمش التحميره؟ بدلوا لينا الكولور غير داكشي اللي راكم دايرين. هادشي هذا هو الطياب. وفاش تهضر معاهم تيقول لك الطبخ المغربي طبخ غير مزور، وحنا وسرقوا لنا الطاجين ديالنا، القفطان ديالنا، الكسكسو ديالنا، كلشي ديالهم هما بالفم، كلشي ديالهم. ولكن في الواقع نقول لك ان الواقع شنو هو انك ما تقدرش تقلدنا، ما تقدرش تمشي معنا في الهيت ديالنا، لان حنا هما الاصل والباقي تقليد، واللي تيقلد راه ما غيعرفش يجيب بحال الاصل. انا جبت لكم كسكسو المغربي كما قلت لكم، اش غنقول لكم، زخرفه، لوحه فنيه. انا قلت لك تقدر ديرها في البروفيل ديالك، تقدر ديرها في البروفيل ديالك وتعتز بها، الديكور، التاويل كلشي متول، قرعه محطوطه في بلاصتها، الزبيب داكشي ما تعرفولوش نتوما. هذا اللي كاين. خاصك كون كنتي طيب شي حاجه قول لهم هذا هو الكسكسو المغربي، كنحاولوا حنا كجزائريين نديروا بحالو ولكن ما كنقدوش، وهذا هو الواقع اللي خصو يتقال. لان المراه المغربيه، خصكم تعرفوا هذه القضيه، المراه المغربيه راها كنز، راه الانامل ديالها من ذهب، ما تعرفوش نتوما ديروا بحالها. التقليد نقدر نمشي معكم كديروه، الخرتي تراث عالمي ديالكم، الكذوب تراث عالمي ديالكم. اما باش تقلد الطبخ المغربي وتجيبو على حقه وطريقه كما كتجيبو المرأة المغربية الاصيلة، تتحلموا وغتبقاو كتحلموا، وعمركم توصلوا لهذا النيفو. النيفو زايد عليكم بزاف، هذا هو المشكل ديالكم، ما كتعترفوش. راه حتى الانسان الا ما كانش كيعرف وقال لك مثلا هذا كسكسو المغربي وحنا اللي في الجهد تنديرو تنحاولوا كما نديرو شي واحد بحالو، ماشي مشكل، هذاك ما في معليش العيب، تيعترف وعادي، الاعتراف فضيلة. ولكن نتوما لا، نتوما كتقولوا لا المغرب سرق لنا، المغرب دار لنا، المغرب دارنا القفطان، المغرب دارنا الطاجين، المغرب دارنا كسكسو، المغرب دارنا الصحراء، المغرب داركم كلشي. مع العلم ان الطبخ ديالكم بلا ما نهضر عليه يا ربي يسمح لينا، غير الاسماء ديالهم بلا ما نهضر عليهم، اسكران طايح من الدروج، اسكران مقرقب، اسكران محيح،
سكران داخل الحبس، ما الاسماء هادو ديال المأكولات الجزائرية. انا قلت لكم وتنعاود لكم، المرأة المغربية راها كنز، وكنز عمرو يفنى، والانامل ديال المرأة المغربية ما توصلوهاش. وكاينين رجال مغاربة طباخين تيديروا الطاجين وتيديروا الطعام على حق وطريق، ولكن المرأة المغربية ما توصلولاش بكل رجولة. انا تنهضر مع هاد العيال دابا اللي تيقادوا لنا هاد الخليطة، ما توصلوش للمرأة المغربية وخا طيروا وتنزلوا. والله يحفظ نساء المملكة المغربية الشريفة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. هذا اللي كاين وهذا اللي نقدر نقول لكم. وسيروا تعلموا شوية وبقاو ديروا شوية د العطرية. هادشي اللي كاين وسالات هضرتنا. سد أخويا.